ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنوني عليكم، عاملين ايه في ايام الشقة اللي احنا فيها دي؟ كل ما نعمل حاجة تطلع لنا 100 حاجة بجد، والحاجات مش بتخلص. فربنا يقوينا بقى كده ونكمل على خير، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا كلنا كده جميعا. يلا بينا بقى نكمل تنظيفات العيد كده. انا خلصت المطبخ ودخلت على اوضة النوم. هنعملها مع بعض النهاردة ان شاء الله. بدأت بقى بأوضة النوم عشان عارفة ان هي مش هتاخد مني وقت، عشان كده احس بطاقة ايجابية واحس ان انا خلصت حاجة من عليا. فبدأت بيها. كان عندي طبعا غسيل بقى عايز يتطبق. طبقته. بحاول افضي الأوضة الاول. لو غسيل بطبقه اي حاجة كده زيادة بشيلها في مكانها عشان ابدأ بقى انضفه كده. وعندي هنا الدولاب متنظم يعني ومتطبق كويس مش متبهدل، فما خدش مني وقت برضو ان انا اطبق بقى من كده. فعشان انا لما باجي احط الغسيل بحطه يعني مش بحاول ان انا ابهدل في الدولاب. هو متطبق كده ومنظم من ساعة العيد الصغير، فمحتاجش مني ان انا اعمله بقى من اول وجديد وكده. والادراج برضو ما برضو منظمة، فما عملتش فيها اي حاجة. عملت بس ايه الحاجات اللي هي من بره كده. اهم حاجة عندي برضو بعملها التسريحة. عندي اللي هي التسريحة اللي بتتفتح دي جواها ارفف، فايه بشيل بقى كل الحاجة اللي فيها وبمسحها وبمسح الحاجة وارصهم تاني على نظافة. والحاجة اللي انا مش بستخدمها وكده فبرميها. في حاجات ببقى ناسيها وكده ومش بستخدمها فبرميها وملهاش لازمة، فواخدة مكان على الفاضي، فبحاول ان انا اتخلص منها. وشلت المفرش بتاع التسريحة. غسلته عقبال ما اخلص الاوضه يكون نشف وكده، فغسلته عشان يلحق ينشف. هو خفيف ما بياخدش وقت خالص، عقبال ما امسح وكده فيكون نشف وافرشه على طول وارص عليه بقى باقي الحاجه. دي كانت تكمله التسريحه. برضو عملت فيها نفس الضرفه اللي فاتت، مسحت الارفف ومسحت الحاجه ورصيتهم من تاني. وده كده برضو من فوق التسريحه. والمروحه بتاعتي برضو نضيفه. ما بنشغلهاش، وانا كنت غسلاها يعني وكده ومكيساها، فما اتطربتش خالص، نظيفه مش محتاجه اي حاجه. وهنا بقى نفضت الدولاب ونفضت الحيطان وشلت بقيه المفارش بتاعه الاوضه وغسلتهم كلهم مع بعض. وشلت الازاز ومسحت برضو من تحتيه عشان بيبقى فيه تراب من تحت، فشلته ومسحته من تحت المفرش عشان انا فرشه مفرش برضو تحت الازاز، فبيبقى فيه تراب وكده فبمسحه. وهنا بقى هشيل الفرش وهغسله كمان. اما برضو ما بلاقي مثلا ان المخدات والخداديات مش نظيفة وكده فبغسلها، بحطها في الغسالة وبغسلها وبتطلع نظيفة جدا، ولا المخدات بتبوظ بقى ولا اي حاجة. بجد بحطهم بيطلعوا نضاف وبشغل عليهم العصر وكل حاجة خالص بيطلعوا كويسين، ولا مثلا بيكلكعوا. مفيش الكلام ده خالص، بيطلعوا بجد نضاف كأنك لسه شاريهم. بس انا هنا عندي نضاف فما غسلتهمش. ونفضت برضه عنده السرير كده تنفيضة حلوة. وما شلتش برضو الستاير عشان نضيفة بصراحة، ما حسيتش ان هما مثلا مطربين او حاجة، لان الاوضة دي اصلا ما يعني احنا القعد بتاعنا وكل حاجة في اوضة الاطفال، في الاوضة دي من ان احنا مش بندخلها وكده. فقافلة فيها على طول الازاز، مثلا افتح الصبح تتهوى شوية وبعد كده بقفله فما بتتطربش. والستاير نضيفة فما احتاجتش ان انا اغسلها. وبرضو المشاية ما غسلتهاش لان انا كنت برضو غسلها في العيد الصغير، ومبقاش فيها هلك وكده فما توسختش. كنست الأوضة برضو كده كنسة سريعة، وبعد كده بقى همسح الأوضة، وبعد كده هفرش بقى على طول. هنا كانت المفارش نشفت وفرشتها. وهبدأ بقى أرص الحاجة بتاعتي.
بجد المنظمات دي انا بحب المنظمات جدا، يعني كل ما بلاقي اي حاجه بجيبها بيبقى حجمهم صغير، لان انا التسريحه بتاعتي من فوق صغيره، فما بحبش اجيب مثلا منظمات كبيره وكده، فهتاكل لي كل التسريحه بجد وهتبقى مضيعه عليا، فدول بيلموا حاجات كتير وفي نفس الوقت مش بياخدوا مكان خالص. وجايباهم بالوان كده تحس ان هما لون الاوضه عندي هي البني اللي هو البيج الفاتح ده، فتحسي ان هما يعني لايقين وكده، فما بجيبش اللي هي الالوان بقى البينك والحاجات دي. وهنا كنت رصيت الحاجه بتاعتي كلها، يعني وزعتهم على المنظمين دول. هرص الحاجه بقى بتاعتي على على التسريحه. وانتوا برضو قولولي عملتوا ايه، خلصتوا ايه في الشقه وايه اللي فاضل لكم. يلا بينا نهون على بعض كده. قولولي تحت ايه في الكومنتات، خلصتوا ولا ايه الدنيا. انا عايزه احاول ان انا اخلص قبل الوقفه بيوم، لان انا مش بحب اعمل حاجه في الوقفه، بحب ان انا مخلصه كل حاجه من قبل الوقفه بيوم. وهنا بقى كانت الارض نشفت، هفرش المشايه، وبعد كده بقى هفرش السرير. هنا فرشت المشايه، وبعد كده رحت جايبه حبه ميه وفيهم حبه اريال وحبه خل، ومشطت بيهم السجاده كده، بحس ان هي بترجع كانك لسه غسلاها. ولو فيها مثلا شعر واقع او اي حاجه بتلم كل ده معاكي الفرشه، بحس ان هي بتنور كده كاني لسه غسلاها، فبحب اعمل الحركه دي قوي. لو مثلا السجاده او المشايه اللي هي مش نضيفه، يعني ان هي ايه تتلمع بس، لكن لو مش نضيفه بقى فهتضطري ان انت تغسليها، يعني مش هتبقى حلوه خالص. وهفرش بقى السرير كده. شايفين ايه رايكم في الملايه ماشيه مع لون المفرش ولا ايه؟ كنت عايزه افرش الملايه الكشمير، بس قلت دي تنور كده معايا الدنيا شويه. وافرش اهي المفارش، بصوا غسلتها ونطفت. ودي بقى التاتشات الاخيره كده. شايفين بقى الاوضه بعد ما اتفرشت، راحه نفسيه بجد، ما بتحسي ان تعبك كده مراحش على الفاضي، وتحسي ان الدنيا متروقه ونظيفه. انا ببقى مبسوطه جدا بالاحساس ده. بس انا الاوض عندي مش كبيره، صغيره، فمش بتاخد مني وقت خالص، وهحس ان انا ايه خلصتها بسرعه وكده. وطبعا بقى ما ننساش بقى التاتش الاخير ده بجد، ده الراحه النفسيه كلها بقى. المعطر بقى بحب يعني ارشه كده على على الفرش وعلى الستاير، بحس ان الريحه بتثبت ومش بتطير.